السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا صباح الفل عليكم أو مساء الفل عليكم يا أحلى متابعين. لو هتسمعوا الفيديو الصبح يا صباح الفل عليكم، لو تسمعوا الفيديو بالليل يا مساء الفل عليكم. فأنا النهاردة بقى كده قمت عايزة أعمل حاجات حلوة، فقلت يلا قوم اتنشط كده واعمل بقى ايه، قرص بملبن. بتفكرنا بقى بالأيام الجميلة وأيام العيد والحاجات دي. فأنا قلت النهاردة أعمل قرص للفطار بملبن. بدأت الصبح بقى كده، قلت أصبح الصبح عشان إيه، أبدأ بقى أعمل الصبح بدري كده عشان اليوم قصير يعني. فجيت بقى دلوقتي جايبة، اللهم صل على سيدنا محمد، كيلو سمنة كريستال وروح موز، ازازة روح موز، وكيس بيكنج باودر، وكيسين فانيليا. هعمل بقى 3 كيلو قرص. قلت القرص دي بتبقى جميلة كده ومش ناعمة قوي ولا زي الكحك، لا بتبقى اقل من الكحك شوية في السمنة. واعمل بقى شوية قرص للفطار. خليكم معايا بقى كده يلا. النهاردة قلت النهاردة مش هعمل حاجة، اول حاجة هبدأ بيها القرص. اعمل شوية قرص الاول كده عشان طبعا ايه، بنبقوا عايزين حاجات حلوة وبتبقى ما شاء الله. وجبت ملبن برضو هحشيهم ملبن. في بيحب العجوة وفي بيحب الملبن، فانا قلت بقى ايه الاكتر يعني عايزين يعني اعمل قرص بملبن. انا بحب طعم الملبن اكتر يعني. قلت النهاردة هعملهم بقى ايه، بملبن. فجبت كيلو ملبن. ما شاء الله يعني كيلو الملبن يعني هو مش هيكفيهم، بس اللي هيتفضل من غير حشو بقى هعمله ايه، كحك مبروم كده، بيبقى طعمه جميل كده. فضيت ال3 كيلو دقيق، وهحط كيس بيكنج باودر، كل الحاجات المادة الخام كلها مع بعضها. هحط كيس بيكنج باودر واقلب كل الحاجات مع بعضها، ورشة ملح كده خفيفة. الملح برضو بيخلي القرص بتظبط الطعم بتاعها. واقلب بقى كل الحاجات دي مع بعضها. ازيكم يا احلى متابعين، وحشتوني. انا ما عملت لكمش فيديو بقالي يومين 3 كده، بس ان شاء الله. البرد والله بجد يعني بيخلي الواحد مش قادر يعني. فانا قلت النهارده لا، بلا برد بلا تعب، الواحد يقوم بقى يشوف اللي وراه. فده بقى ايه، تمن سمسم. حط سمسم بقى كده بيخلي القرص حلوة. هقلب كله بقى الدقيق والسمسم وبيكنج باودر على بعض. وده كيلو السمنة الكريستال سخنته، مش قدحته، لا سخنته بس. واقلب كل ده مع بعض. انا ليه بسخنه، ما بخلوش يدخن ويتقدح، لا عشان لو حد معدته بتوجعه، او لو اي حد كل من السمنة اللي بتبقى مقدوحة جامد دي بتتعب المعدة. اما لو السمنة اتسخنت بقى كويس كده، بس تسخين بتخلي القرص ما بتتعبش خالص. فاقلب كل بقى ابسس بقى القرص، اقعد ابسس فيها بقى كده كويس. وده كيلو لبن. حطيت الحلة سخنة مكان السمنة عشان اللبن يبقى دافي. وهعمل ايه، احط كيس خميرة فورية برضو في شوية مية وسكر كده. ده السكر على اللبن حوالي كل كيلو عليه 3 معالق سكر مليانين، يعني 3 معالق كبار. يعني ال3 كيلو عليهم 9 معالق سكر، عشان السكر ده بيخلي الكحك طعمه جميل. القرص يعني قرص، انا بقول عليها عشان محشية ملبن بقول عليها ايه، ناسية بقول كحك، بس هي قرص للفطار كده بتبقى طعمها جميل والله. وما بتاخدش وقت ولا بتاخد اي كلفة يعني، ما مش مكلفين خالص. هو كيلو السمنة بس، وكيس فانيليا، وكيسين فانيليا، وكيس بيكنج باودر، والخميرة الفورية. ده بقى المكونات كلها، ما بياخدش القرص دي، ما بتاخدش اي كلف. كده احط كيس خميرة الفورية بقى كده بشوية سكر وشوية مية عشان اشوف الخميرة دي كويسة. هتخمر طبعا قدامي. فهبدأ بقى كده ايه، ابسس القرص بقى كويس. هي دافية بس مش سخنة جامد يعني. فانا هبس بقى بايدي على طول كده، ابدأ ابس كده
احط كيس الخميره الفوريه تخمر، على ما اكون بسيت هتكون ان شاء الله خمرت. هي الخميره بتبان بقى بعدها كده، تبان اذا كانت الخميره كويسه، بتلاقوا المج ده اتملى بقى كويس كده. كده بقى مفيش ملاش لازمه بقى المقصوصه ديت. فانا هعمل بقى ايه، هبس على ايدي كده. فاهم حاجه البس بتاع القرص تتبس كويس عشان السمنه تتشرب كلها بالدقيق. وحطيت طبعا تمن سمسم، السمسم بيخلي طعم القرص حلوه. ما شاء الله كده. يلا بقى كده قلت اتشجع بقى كده واعمل القرص قبل ميعاد الغدا، عشان بعد ما اخلص القرص بقى على طول هحط برام رز ورايا في الفرن. وعامله صينيه كوسه كده يعني كان عندي يعني كيس لحمه كده، قلت اعمل صينيه كوسه بقى برضو مع الرز، بس بعد ايه يعني انا هخلص ان شاء الله طبعا على ميعاد الغدا قبل ميعاد الغدا، فمش هياخد حاجه، الفرن بيبقى حامي. الكوسه والرز بقى مع بعض كده. فقلت يلا اعمل القرص بقى والغدا كده. انا عرفت انا هعمل ايه، شلت لبن للدس، قلت عشان ايه شلت كيلو لبن عشان ادس بيه. هبس كويس بقى كده. متابعيني حبايبي في كل مكان، يلا جدعانوا بقى كده، حطوا لايك واشتراك، واللي مشتركش يشترك عشان عيلتنا تكبر بيكم يا احلى متابعين في جميع الدول الأجنبية والدول العربية. منوريني كلكم، منوريني والله. جدعانوا بقى كده عشان يكبروا القناة، وعشان ان شاء الله تشجعوني. يعني انا لما بتشجعوني بعمل كل يوم فيديو. لما بلاقي الفيديو معلش مشاهدات والله بصبح كده زعلانة ومش قادرة اصور يعني. فجدعانوا بقى كده، الفيديو مش بلاقي عليه مشاهدات كده. فجدعانوا بقى شد حيلكم كده معايا عشان نكبروا القناة اللي مش راضية تكبر دي. جدعانوا متابعيني في كل مكان كده. حطيت بقى اللي دي روح موز، بيخلي ريحة القرص حلوة، ريحتها جميلة. انا بحب من زمان وانا صغيرة كده، وكنت بحب كحك العرايس دايما بيحطوا روح موز، بيخلي ريحة الكحك جميلة. فانا من زمان وانا بحب ريحة الموز. بيفكرني يعني دايما احس ان كحك عرايس وكده، وريحة الموز بقى في الشارع بتبقى ايه جميلة. فانا حطيت كيسين فانيليا وازازة روح موز، بتخلي القرص طعمها حلو كده بقى ايه. ما شاء الله خلاص بسيت بقى كده. اعجن بقى، احط اللبن على قد ما ياخد مني لبن، يعني اللبن في ريحي، ومنين ما يعوز ياخد احط. فهو خد ما شاء الله يعني الكيلو اللبن. انا يعني بعجنه، بحب العجينه تكون طريه، ما بحبش العجينه تكون جامده كده، لا بحب العجينه تكون لينه كده وحلوه. فانا طبعا الحاجه الناعمه بتشرب بقى اللبن، بتشرب كل ما اعجن كل ما العجينه بتشرب اللبن بتاعها. اهو بنتسلوا بقى كده يعني، بدل ما يعني ايه كل شويه نتسلوا، نعملوا حاجه، نعملوا شويه قرص، نعملوا شويه بسكوت. الحاجات دي في الشتاء بتبقى حلوة. يعني الواحد لما بيعمل في الشتاء حاجات من دي، يعني يوم كورونا كنا بقى كل يوم نعملوا حاجة حلوة يعني نتسلوا. نعملوا صينية كيكة، نعملوا بسكوت. ما احنا كنا قاعدين بقى محبوسين ومش لاقيين حاجة نعملوها، فنفكروا نعملوا حاجات حلوة. كانت ايام والله الواحد كان طبعا خايف من التعب ده وكله يعني، اللي عنده ولاد واللي عنده عيال صغيرين وكده، بس كان تحس انه كله منتظم كده في البيت وقاعد. كان تجمع حلو زي زمان يعني. كان يوم كورونا كله متجمع زي زمان، ما كانت الأسرة كلها بتبقى مع بعضها وقاعدة حلوة فسبحان الله لما الناس تعبت بدأت تتجمع مع بعضها، لأن كان أيامها طبعا حاجات ياما بتحصل، وياما ناس ماتوا من كورونا الله يرحمهم، شباب لسه الله يرحمهم يا رب. سبحان الله. بيبقى العمر كده، والعمر يعني يومه مكتوب له بالظبط يعني.
الحمد لله يا رب كده، ربنا يحمينا ويحمي كل الناس ويبعد عنا الأمراض يا رب، اللهم آمين. يعني شوفوا الناس لو تفكر في ان سبحان الله ربنا قادر على كل شيء، ان ربنا يعني في ايده ان هو يعني بيحسسنا كده ان احنا لازم نفتكر ان الموت ده في لحظة واحدة. يعني الموت ده ممكن يجيلنا بدون اي تعب. يعني كل واحد يفتكر ان الناس محدش ضامن عمره ومحدش ضامن نفسه، والدنيا ما تستاهلش والله اي حاجة. لو تبص لايام كورونا ان اعز الناس عندنا راحت من كورونا، فتقولوا الدنيا ما تستاهلش بقى. يعني مش بعيد التعب يجي في اي لحظة لاي حد. فكل واحد يعمل كويس، وكل واحد يعامل ربنا ويعامل ضميره، وبلاش كلنا بقى كده ننسوا ان فيه يوم كلنا هنبقوا فيه قدام ربنا. فالدنيا ما تستاهلش، وكل واحد كده يبقى قلبه على جاره، قلبه على اخوه، قلبه على اي حد يكون مريض. ما يستغلش بقى ان هو مريض كده ما يحسش باللي حواليه. كله يعني ما شاء الله يعني عارف الحاجات دي، بس محدش يعني بيقولك لا انا كويس وصحتي كويسة خلاص ما يهمنيش. وساعة ما يتعب شوية يفتكر بقى ان ايه، ان الصحة ديت احسن حاجة في الدنيا. فمحدش يفتري على حد، الدنيا ما تستاهلش والله، الدنيا ما تستاهل. يعني الناس بتبقى ماشية على رجليها كويسة خالص، وتبصوا تلاقوا من عند ربنا كده حاجة حصلت. شباب لسه، فكلكم بقى تاخدوا يعني ايه، ان الدنيا ديت مش دايما لحد، والله بجد ما هي دايما لحد. والناس عشان هي كويسة فاكرة انها هتفضل طول عمرها كده كويسة ومش هتتعب ومش لا طبعا، لا خدوا بالكم. كل واحد ياخد باله من ما يزعلش حد، ما يقابلش حد وحش. الدنيا ما تستاهلش والله بجد. ربنا يديكوا الصحة والعافية يا رب كده، ويكفينا شر الظلم يا رب. وخلوا اللي يظلم يظلم، واللي يظلم ربنا هيحاسبه وهيعاقبه على كل اللي بيعمله. واللي مظلوم يا بخته عند ربنا. والله المظلوم ده بينام وهو ضميره مرتاح. اما الظالم ده لا، مش عارف. يعني الظالم ده مش عارف ان هو هيتحاسب على كل اللي هو بيعمله في الدنيا وفي الاخرة. فما تفتريش بظلمك، ما تجيش يعني ما تمتدش في الظلم، عشان اللي بيظلم ما بيكسبش، ودعوة المظلوم ما بتنزلش. خدوا بالكم، يعني المظلوم عمره ما بينام ما بيضيعش، لا، بيقول حسبنا الله ونعم الوكيل. وكفاية الدعوة ديت لو حد مظلوم ويقول حسبنا الله ونعم الوكيل، بس خلاص. وكل مين؟ وكل ربنا اللي هو لا بيغفل ولا بينام. فاللي بيظلم يعني يرجع بقى لربنا شوية كده ويبطلوا ظلم، عشان كل ده بيترد، كل ده بيترد له. يعني الظالم ده كل حاجة بتترد له. في حاجات تانية ياما، يعني في حاجات بتترد له في صحته. لو هو ظالم حد ربنا بيعيشه طول عمره حاسس بألم وحاسس بمرض وحاسس، لأن المظلوم ده عليه، أو المظلوم مش مسامحه. أو يبطلوا بقى كده، يعني إن هم يحاولوا ان هم ايه يتكوا على المظلوم بزيادة. يعني يبقوا عارفين انه هو فعلا ما عنده يعني كويس وكل حاجة كويسة فيه وضميره سليم، بس هم بيبقوا من الغيرة، بيغيروا منه، بيبقوا متغاظين منه. فبيطلعوا بقى الايه الحقد اللي في قلبهم على ان هو ده، ان هم دايما يظلموا ويتكلموا عليه. ان هم فخدوا بالكم، اللي بيظلم ما بيعيش مبسوط ابدا، لان الظالم ما بيسيبهوش
بيحاسبن عليه، وهو نايم بيحاسبن عليه. فكفاية بقى ظلم عشان نعيشه في سلام كده، ونعيشه في أمان. والحمد لله دايما المظلوم بيكون دايما ما شاء الله ربنا بيعوض عليه، وربنا بيكرمه، وبيبقى عايش مبسوط بينه وبين نفسه. كفاية ان هو عايش مبسوط في بيته، عايش مبسوط فرحان بكل لحظة بيعيشها، حاسس ان هو ضميره سليم ما بظلمش حد. فخدوا بالكم، يا ويل الظالم ويا ويل اللي بيظلم، ويا ويل ان هو بيكذب على الناس وبيتبلى على الناس وعامل نفسه هو طيب وكده. لا، خدوا بالكم، الظالم ما بيتنصفش ولا بيتقدم خطوة، وربنا بيبقى دايما غضبان عليه. ربنا يهدينا جميعا ويهدي كل الناس يا رب. وبلاش نفتروا على بعض، وبلاش نفتروا على الناس، واللي ضميره سليم بيبقى ما شاء الله يا بخته عند ربنا، واللي بيسامح يا بخته عند ربنا. ودايما السماح هو احسن حاجة، صفة حلوة للإنسان. بيقولك يا بخت من عفا وسامح. فربنا يهدينا ويهديكم جميعا. الناس اللي هي بتبقى ايه معرفش ليه بيبقوا شايفين، يعني سبحان الله، شايفين قدامهم الحقيقة، قدامهم ان هم بيمتدوا في الغلط، وبيمتدوا في ان هم الغيرة بتاعتهم بتخليهم ان هم بينتقموا من نفسهم. فدولت يا ويلهم عند ربنا، وربنا يهديهم ويهدينا جميعا يا رب. ويكفينا شر الظلم، ويكفينا شر التبلي على الناس. اللهم امين يا رب. كده ادينا الصحة والعافية. وعمر اللي بيطلب من ربنا حاجة عمر ربنا ما بيرجعها له ابدا. ربنا دايما بينصف اي حد مظلوم، والدعاء بتاعه مستجاب. وان شاء الله يا رب كده دايما نكون ضميرنا سليم كده، وضميرنا نضيف، وبن الحمد لله. الرضا احسن حاجة في الدنيا. وسبحان الله ربنا بيزيده من نعيمه، ربنا بيديله اللي بيسامح. دايما ربنا بيديله كل حاجة حلوة. الحمد لله رب العالمين. ربنا يديكم ويسعدكم كل متابعيني في كل مكان يا رب. تسعدهم وتسعد يا رب، وتنجي اي حد، تنجي اي حد يكون متضايق، وتشيل كرب كل مكروب. اللهم امين يا رب العالمين. والرجوع لله احسن حاجة. واللي يطلب حاجة من ربنا مش من العبد، ربنا بيدي حاجات حلوة ياما ياما. احسن حاجة في الدنيا بيديها لنا واحنا مش حاسين بيها. فالحمد لله على كل حاجة. الحمد لله على نعم ربنا علينا. الحمد لله ان ربنا مدينا السماح ومدينا كل حاجة حلوة. ربنا ان شاء الله يهدي كل اي حد يكون ضميره مش سالك لحد. ربنا يهديه يا رب. اللهم امين. حبايبي، انا دلوقتي بقى ايه القرص طبعا عجنتها، وما شاء الله يعني العجينة بتاعتهم حلوة وطلعة جميلة، يعني بيتبططوا بسرعة خالص. وبحشيهم ملبن بقى، يعني جبت كيلو الملبن. قلت انا بحب اقطع الملبن كبيرة عشان القرصة ما بتبقى فيها ملبن ياما كده بتبقى طعمها حلو. والباقي بقى الملبن لو خلص هعمل ايه بقى؟ هعمل كحك اللي هو المفتول بقى، ده بيبقى طعمه جميل، لان انا حاطه سكر ياما في العجينة. والسكر الياما بيخلي الكحكة المبرومة دي اللي هي المفتولة دي بيبقى طعمها حلو. فانا بقى ايه بحشي بقى على قد الملبن. لسه معايا ملبن فاضله اهيت، ولو فضل بقى تاني لسه من غير حشو هعمله ايه الكحك المبرومه. انا بحب الكحك المبرومه ديت جامد. لو كترلها السكر خالص كده واعملها ولدنها في الفرن كويس بيبقى طعمها حلو. قلت اتسلى بقى كده واعمل شويه قرص
و يعني في الشتاء طبعا بنحبوا المخبوزات وبنحبوا الحاجات الحلوة دي، والحاجات دي والله ما بتكلف، اسهل حاجة ان شاء الله. يلا شجعوني بقى كده، اللي ما اشتركش يشترك مع طنط هويدا. يا احلى متابعين، متابعيني في كل جميع الدول الاجنبية وعربية والمغرب والجزائر والسعودية، متابعيني في كل مكان يا احلى متابعين. ربنا يجعلكم كده دايما معايا ونفضلوا طول مع بعض طول العمر. يا احلى متابعين، متابعيني في كل مكان. كده بقى انا ايه بقى هخبزهم فرن البوتاجاز النهارده. انا قلت النهارده مش هولع الفرن الغاز، انا هعملهم، هجرب فرن البوتاجاز كده وانا قاعده اعمل فيه، عشان والله حاسه كده ان انا يعني ايه، آم، تعبت ياما النهارده، يعني في حاجات ياما عملتها النهارده. نزلت السوق وجيت وكده، فقلت البوتاجاز بيريح شويه، لكن الفرن الغاز هفك الانبوبه وهوديها للفرن وارجع بقى ايه. يعني فرن البوتاجاز بصراحة لما بحط فيه صينية على الشبكة وصينية تحت، آه، قلت هجرب النهاردة يمكن ايه وانا قاعدة في المطبخ كده، اخبزهم فرن البوتاجاز. فرن البوتاجاز بيطلعهم برضه، هيطلعهم متلدنين كده. فقلت يلا بقى النهاردة، لما اعمل بقى بعد كده ان شاء الله، هعمل بقى حاجات تانية. يعني الحاجات ديت بتنفع للفطار والله، بتبقى جميلة يعني. بنبقى متغديين بقى مثلا فراخ وخضار وكده، بالليل بقى لو خدنا قرصتين كده بكوباية شاي، بتبقى الواحد محشين ملبن كده، يبقى طعمهم حلو. فقلت يلا نتسلوا بقى، احنا ورانا ايه، قاعدة نتسلوا. شوفوا بقى التقطيعة بتاعتهم، ولا كبيرة ولا صغيرة، التقطيعة بتاعتهم حلوة وما بياخدوش تبطيط. طبعا الحاجة الناعمة بتتبطط بسرعة. فاضل حتة صغيرة دي بقى اعملها ايه، اعملها اللي هو الكحك اللي كنا بنسموه كحك خرزان، هو كحك مبروم، اسمه كحك مبروم. ده بيتنقش، وفي العيد بيتنقش برضو، بس طبعا ده عشان هو للفطار وكده، فبيبقى عاملة ال3 كيلو دقيق عليهم كيلو بس سمنة، كيلو واحد بيخليهم طالعين ولا ناعمين ولا خشنين، بيطلعوا مظبوطين. اما كحك العيد طبعا بحط على ال2 كيلو، كيلو و100 جرام سمنة. ده الكحك بتاع العيد عشان ناعم، بيبقى ناعم. اما القرص اللي هي ديت او القراقيش او القرص بملبن، بحط على ال3 كيلو كيلو سمنة، عشان ما يبقوش داخلين على الكحك، يعني ما يبقوش ناعمين، ما يبقوش ناعمين جامد كده. فوالله ما شاء الله، ده الكحك بقى المدور ده بيبقى طعمه جميل. قلت اعمل شوية بقى كحك مدور من الخرزان ده، بيبقى طعمه حلو. حط له سكر طبعا في العجينة، فالسكر بقى مع الكحك ده بيبقى حلو برضو. كنا بنعمله الأول والله بجد، كنا بنعمله بال10 كيلو الكحك اللي هو المبروم ده، ونحطه على 10 كيلو ده حوالي كيلو سكر، وسمسم، ونحط له حوالي ربع كيلو سمسم، بس كان بيطلع تحفة للفطار. يعني هو بيبقى نفسه مسكر، مش مفهوش ملبن ولا حاجة، بس السكر مخليه طعمه ومديله طعم حلو. فده احنا كنا بنعمله الكحك المبروم ده على طول. فانا قلت النهارده بقى بعد الملبن ما يخلص مني، اروح عامله ايه، عامله شويه جزء تاني كده، كحك مبروم. يلا اللي مشتركش يشترك بقى كده ونوروني، كل اللي يدخل معايا كده ينورني ويكتب تعليق حلو عشان اعرف هو منين وبلدكم فين، عشان نزيدوا بقى شرف بيكو والعيلة تكبر بيكو. متابعيني في كل جميع الدول وفي مصر وخارج مصر، وجودكم شرف في قناتي يا احلى متابعين. والله بجد انا ما شاء الله معايا متابعين ناس في منتهى الاخلاق، ما شفتش منهم تعليق وحش، ما شفتش منهم حاجة، دايما تعليقاتهم حلوة معايا. بجد ربنا يديمكم نعمة في حياتي يا أحلى متابعين
في جميع الدول العربية والأجنبية، وكل الدول في مصر وخارج مصر، حبايبي في كل مكان. منوريني في قناتي، يا رب كده تفضلوا دايما منورين حياتي. والله العظيم انا يوم ما بعملش معاكم فيديو ببقى ناقصني حاجه، ببقى اقول انا عايزه اقوم اصور حتى وانا بعمل شويه رز بلبن. حتى المهم ان انا عايزه اصور معاكم. فان شاء الله ربنا يديني الصحه ويديكم الصحه والعافيه يا رب. متابعيني في كل مكان. شوف الكحك اللي هو المبرومه دي سهله خالص، يا دوب بتتبرم وقلبها بيبقى فاضي. بقى لما بتاكلي بتلاقي القلب بتاع الكحكه فاضي كده، وبتبقى ناشفه وطعمها حلو اهو. في ثواني ما خدوش حاجه، والله ما بياخدوا اي حاجه. يعني أنا ابدا الصبح كده بخلص بدري، وبعدين اعمل الغدا عادي في معادي، بعمل الغدا، وقبل الغدا بكون مخلصه الغدا ومخلصه القرص وعامله ومغيره هدومي وعامله كل، يعني ما فيش حاجه بتبقى ايه. اللي بيبدا بدري، انا بادئه من بدري خالص، من حوالي الساعه 7 عشان اخلص بدري. يعني الساعه 7 الصبح انا طبيعي بصحى من 6، فقلت طب ما انا قاعده اهو، طب ما انا ابدا بدري عشان ما اجيش وقت العصر كده واكون لسه ما خلصتش، وابقى محتاره بقى هعمل الغدا متاخر وكده. فانا اعمل بدري احسن لي. فالبدري فعلا في اي شغل البيت بيبقى حلو. يعني ما تبدأي شغلك بدري وتغسلي المواعين وتكنسي الشقة بدري، بتبص تلاقي لو حد جالك بتبقى قاعدة بقى فاضية، لو هتعملي غدا لو هتعملي حاجة ما يبقاش وراكي كذا حاجة. فده الصحيان بدري فعلا بجد احسن حاجة. انا من زمان، من ايام الحضانة والمدارس وانا بصحى من الساعة 6 الصبح، وعليها لغاية دلوقتي الاقي نفس الساعة 6 الصبح صاحية. خلاص قمت مش عايزة انام، اقوم اعمل لي سندوتش واعمل لي، اسيبهم اللي نايم نايم واللي وراه كلية يطلع يروح كليته، او اصحيه طبعا معايا عشان يفطر، واشرب الشاي، واقوم بقى اشوف المطبخ. اول حاجة ابدأ بيه المطبخ، وبعدين اطلع اشوف اللي ورايا برضو الاوض وكده، ارتب كنت اطلع البطاطين في البلكونة شوية في الشمس على مكنس وكده. فالصبح بيبقى نشاط. على الظهر بتلاقي لو حد جالك بقى ولا حد يكون جالك فجأة، بتلاقي الشقة هادية ونظيفة، وتلاقي نفسك لو هتعملي غدا ولا حاجة ميبقاش وراكي اي حاجة. فده بيبقى فعلا صحيان بدري، يعني بيخلي اليوم طويل وبيخلي اليوم فيه بركة. ومش زي ما يكون الواحد بقى يقوم متأخر ومش مبيبقاش فايق، بيبقى قايم من النوم مش مركز كده ومش عارف النوم بيتعب، والله كتر النوم بيتعب. فالصحيان بدري بيبقى نشاط. يعني ما انا قاعدة مرتاحة بعد ما بخلص هتقعدي، يعني مش هيبقى وراكي حاجة. ففعلا الصحيان بدري والله حاجة حلوة. كده خلاص فاضل حتة صغيرة بقى كده، هقوم اولع الفرن بقى عشان الفرن يسخن طبعا، وابدا اخبز على طول. يعني الفرن اهم حاجة. قبل ما بخبز بسيب الفرن ولع حوالي 10 دقايق كده عشان الحاجة تطلع حلوة. يعني لازم احمل الفرن الاول، فالحاجة بتطلع طبعا لونها احمر كده، وقعرها القعر يتظبط كده، القعر القرصة تبقى احمر. انا بحب القرص تكون حمرا خالص كده. بقى ولعت الفرن وحطيت اول دور، ما شاء الله طالعين هم، ده اول صينية طالعين ورد كده وريحتهم جميلة. طبعا روح الموز والفانيليا مخلين الريحة جميلة، وبيطلعوا متلدنين. القرص طالعة جميلة. ايه رأيكم بقى في خبيز طنط هويدا؟ اتفضلوا معايا يا احلى متابعيني في كل مكان. ايه رأيكم؟